حراميه السودانيين اللي بيسرقوا الذهب المصري من داخل الحدود المصريه. اسمعوا اللي قدامكم ده سوداني زيكم، بينصحكم وبيقول لكم سلموا نفسكم، وواحد من ضمن السودانيين اللي راحوا سلموا نفسهم لمرسى علم، هو هناك في مرسى علم راحوا سلموا نفسهم ليه، وبيطالبوا ان يتم ترحيلهم على بلدهم السودان. بيقولوا بنفسهم ان الجيش المصري والحكومه المصريه بتعاملنا احسن معامله، وان هم ناس محترمين بيتعاملوا مع المحترم باحترام. واحد سوداني بيرد على السرديه بتاعت السودانيين اللي طالعين في بلدهم، يقول لك الجيش المصري بيضرب السودانيين العزل. مفيش واحد سوداني بيتضرب، كل اللي موجودين هنا دعامه بيسرقوا الذهب تبع الدعم السريع، عايزين يعملوا مشاكل على الحدود المصريه. بس يمكن في ناس من داخل الشعب السوداني مش فاهمين الكلام ده، فوجب نوضح لهم. اسمع كلام السوداني بنفسك اهو، والكلام نازل على صفحه المتحدث العسكري باسم الجيش المصري بعنوان حمله درع الجنوب. اسمع كده: رسالتي لاخواني السودانيين كلهم الموجودين في المناجم، الحكومه المصريه معاملتها معانا كويسه. نحن سلمنا نفسنا للحكومه المصريه، اكلونا وشربونا واوونا، لا في ضرب لا في اهانه. الزمايل اللي جوا والله انا اطمنهم ان هم لازم يطلعوا، كده كده مصيرهم لازم يطلعوا، لو بعد سنه او سنتين لازم يطلعوا، وكده كده الحكومه عملت تامين هنا ومش هتعرفوا تطلعوا تاني كده بحجر ولا باي حاجه. مصر بتامن حدودها، بس طول ما احنا عندنا جيش قادر يحمي الحدود تلاقي الصياح كبير. تحيا مصر.